اختاري لراسك اختي، راه دابا مبقى حد كيختار حتى شي واحد. اختاري لراسك الانسان المناسب، ما تختاريش غير حيتاش انت كتبغيه. سكيري ولكن كنبغيه، معليش دابا يحيد السكر ماشي مشكل. حشيشي كيقمر ماشي مشكل، غير غنتزوج راه غيحيد داك. لا اختي لا اختي اللي فيه شي بليه عمرها ما كتحيد. راه بحال واحد الرمانه كتكون مجموعه، ديك الرمانه كتبان لك هكا مجموعه، ولكن ملي كتقسميها من الوسط تقدر تلقيها خامجه، تقدري تلقيها زوينه، تقدري تلقيها حلوه، تقدري فهمتي. ما غاديش نتزوج به فقط لانه كنبغيه، وانما غادي نفكر في راسي، غادي نفكر في راحتي. فلوسو فقط كيمشيو غير في البليه، كيمشيو غير في القمر. اهلا وسهلا الغزاله ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتي وقناتكم رشيده بيوتي. توحشت هاد البلاصه، شحال هادي ما صورت لكم حتى شي فيديو هنايا في الصالون. فريمون توحشت هاد البلاصه هادي بزاف، نصور فيها وما كنساليش باش نصور والله العظيم. حيت شوفوا ملي كتكون عندكم خدمه بزاف وتيكون عندكم الضغط وما تيكونش عندكم الوقت، الا كانت عندكم غير دقيقه ديال الراحه كتستغليها في انك ترتاحي عوض ما تصوري ولا شي حاجه. فداك الشيء اللي كندير انايا، يعني السيمانه كامله كنبقى خدم. راكم عارفين الخدمه ديال الفارماسيان ملي كتدخلي مع 9 حتى 8 ديال الليل فشويه كتكون صعيبه. فالسبت والحد، السبت في العشيه والحد ما كنخدمش، كنبغي نرتاح. على داكشي ما كنقدرش نهائيا نصور، زائد انه كيكونوا عندي لي كوموند ديال البنات ديال الحصه، فحتى السبت والحد راه تنكونوا كنخدموا لي كوموند ديال البنات. على داكشي كنغبر عليكم شي شويه. واليوم والله العظيم الا راني سامحه في الشغل وسامحه في بزاف ديال الحوايج باش نجي نصور لكم هذا الفيديو هذا. فما عليناش، ما بغيتش نشكي عليكم بزاف، نعطيكم الطاقه السلبيه. دائما كنبغي نعطيكم الطاقه الايجابيه، وكما كتعرفوني دائما كنعطيكم غير الطاقه الايجابيه، كنعطيكم معلومات زوينه، اي حاجه اللي تتكون زوينه وفيها استفاده كتلقاوها في هذه القناه هذه. ما تلقاوش عندي البكا والشكا والغوات وداك الشيء ولا المعاطي ولا شي حاجه. اختي الحمد لله والشكر لله. المهم البنات اليوم غادي نجاوب على جوج ديال الاسئله. رشيده خلاص قولي لنا فين غادي تسكني، اين مدينه غادي تسكني فيها. اليوم في هذا الفيديو هذا غادي نعطيكم المدينه بالضبط اللي غادي نسكن فيها ان شاء الله. وثاني سؤال هو رشيده، واش نتيا تزوجتي عن حب او لا زواج تقليدي؟ حتى هذا السؤال هذا غادي نجاوبكم عليه، وغادي نعطيكم رايي في الزواج التقليدي ورايي في الزواج عن حب. فخليكم معايا اليوم غتعرفوا عليا هاد جوج اسئله هادو، وغادي تعرفوا كذلك الراي ديالي كيف ما قلت لكم في الزواج عن حب او لا الزواج التقليدي. فخليكم معايا. فالبنات كيف ما كتعرفوا حنايا دخلنا في شهر 11، ما عرفتش حنايا دابا 3 في شهر 11. يلا اختي قلنا بسم الله في شهر 11، نتمنى انه يدوز عندنا كاملين ان شاء الله بخير وعلى خير. الرومو ديال الحصه راه باقي مستمر، غادي يبقى ان شاء الله حتى الاخر ديال شهر 11. وخليت لكم هذاك البرومو اللي كيعجبكم ديال البروتين فابور. يعني الا خديتي 2 كيلو د اللحسه كنعطيك 2 بروتينات فابور، خديتي غير كيلو كنعطيك بروتين فابور، خديتي حتى 20 كيلو ديال اللحسه كنعطيك 20 بروتين فابور. فهاد العرض هذا كما قلت لكم بغيت نخليه لكم بحكم انه العرس ديالي ما بقى ليه والو ان شاء الله، فقلت علاش لا ما نخليش لكم هذا البرومو هذا حتى الاخر في شهر 11. وشهر 12 راني غادي نوقف الخدمه، راني ديجا قلتها لكم. وكاينين شي بنات اللي ما عرفتوش ما كيتفرجوش في الفيديوهات ديالي مزيان، ولا كيبقاو يدوزوا ولا كيسمعوا الهضره غير من على برا ولا ما عرفتش. فكيقول لك رشيده علاش انت غتوقفي الحصه، رشيده راه كيتقداو من عندك البنات، رشيده انا مولفه كناخذ من عندك الحصه، علاش غتقطعيها علينا؟ راه ماشي غادي نقطعها البنات، بقاو تفرجوا في الفيديو. انا قلت لكم عندي العرس في شهر 12، العرس ديالي انا غادي يكون في شهر 12، فما يمكنش ليا نهائيا انه في شهر 12 غادي نبقى عاد مع داك ستريس ديال تقدا ديال وجد ديال شد لي كوموند جاوب في الواتساب. غير هذا الشيء راه فيه واحد ستريس اللي هو كبير بزاف، وفيه واحد التماره وفيه واحد الروينه وفيه بزاف ديال الحوايج. فما نقدرش نهائيا انه نبقى مقابله هذا الشيء. وفاش كنقول مقابله هذا الشيء راه فعلا راه صعيب بزاف. راه انت الا جبتي غير واحد 5 دراهم من الحاجه ديال دوك المكونات ديال الحصه ونقيتيهم في دارك وحمرتيهم راه كتروني الكوزينه عندك غترون، فما بالوكي كميات اللي هي كبيره. راه ما يمكنش. زائد ستريس واحد اخر اللي غيكون عندي ديال التوجد ديال العرس ديال بزاف الحوايج. فهذاك ستريس عاوتاني من واحد النوع خاص، هذاك عاود شويه تا هو صعيب، فما يمكنش نجمعهم بجوج. على داك الشيء قلت لكم غادي نوقف شهر 12، غادي نوقف لي كوموند وغادي نوقف الخدمه ديال الحصه حتى وكان يدوز هذا الشيء ان شاء الله بخير وعلى خير. ديك الساعات عاد غادي نرجع. وفوقاش غادي نرجع؟ واش في شهر 1 ولا في شهر 2 ولا ما عرفتش، يعني واش غنغبر عليكم بزاف شهر ولا شهرين ولا 15 يوم ولا 20 يوم ما عرفتش.
حتى نمشي لديك المدينه اللي غادي نقولها لكم من دابا واحد شويه، حتى نمشي ليها ان شاء الله، ونلقى الناس اللي غادي يخدموا معايا، ونلقى منين غادي نجيب عاوتاني دوك القريعات ديال اللحسه، ونلقى اللي غيجيب لي لومبالاج، ونلقى منين غادي نتقدى السلعه اللي هي نقيه، ونلقى البنات اللي غيخدموا معايا. عاد غادي نرجع، راه ماشي ساهل كتكوني مولفه واحد الحاجه هنايا وفجاه تمشي لواحد المدينه اللي ما عارفه فيها والو، ما عمرك مشيتي ليها اصلا، ما يعني ما عارفه فيها والو، غادي تبداي من جديد، يعني كتجي شويه صعيبه. على داكشي غادي تصبروا عليا غير واحد شويه، راه والله العظيم الا نتوما شوفوا بقوه البنات. باش تعرفوا واحد الحاجه نوريكم الواتساب ديالي غادي تفرقع بالميساجات. انتوما غير باش تعرفوا ان يعني عندي كاليتي اللي هي زوينه، وعندي شي حاجه زوينه وفعلا كتزيد في الوزن وفعلا كداوي بومزوي وفقر الدم، يعني شي حاجه اللي كنعطيها لكم مضمونه وامنه 100%. انتوما شوفوا تبارك الله، راني جاوبت في الصباح، ودابا شوفوا عاوتاني شحال من ميساج عندي بزاف د الميساجات البنات. على داكشي كنقول لكم غير شويه بشويه، لان كاينه اللي كتعصب كتقول لكم انت ما تتجاوبيش وكتعطينا. لا ماشي ما كنجاوبش، راه كنجاوب، غير هو ملي كيكونوا ميساجات بزاف كنبدا نجاوب شويه بشويه، وشي مرات راه كتكون معايا البنت اللي خدامه معايا اللي كتجاوب في الواتساب. على داكشي المهم باش ما نطولش عليكم بزاف، العرض ديال البروتين فابور راه باقي مستمر البنات. العرض اللي كيعجبكم الا خديتي كيلو ديال اللحسه كنعطيك بروتين فابور، هذا هو العرض اللي كيعجبكم. وناويه ان شاء الله انني نخليه لكم هذا الشهر هذا كامل. علاش؟ لانه فريمون كنبغيكم بزاف راه بيكم هاد القناه غاده بيكم، راه كون ماشي نتوما راه والله العظيم الا ما غاديش تكون، ما غنكونش جالسه هاد الجلسه كنهضر معاكم، ما غتكونش هاد القناه، ما غادي يكونش بزاف ديال الحوايج. على داكشي كنشكركم بزاف لهلا خدتكم عليا، والله العظيم كنشوفوا الدعاوي اللي كيوصلوني، الدعوات ديال عيالات كبار، ديال بنات قدي، دي فوا كتلقاي بنات صغار كيدعيو معايا. شرف ليا اللي خدتكم عليا، شكرا بزاف. وكاينين البنات اللي كيقولوا رشيده راه كتسالينا كادو، عرفتوا راه ما يمكنش، وحق الله راه الحب ديالكم ما كيتباع ما كيتشرى، راه الحب ديالكم ما كيتباع ما كيتشرى. راه شحال من وحده كتقول لي الله يسهل عليك، الله ييسر لك في زواجك، الله يرزقك بالذريه الصالحه. راه ما يمكنش واحد الحب راه بوحدو، راه بيني وبينكم واحد الحب بوحدو والله العظيم ما كيتباع ما كيتشرى. بزاف ديال البنات كيقولوا رشيده انا بغيت ناخذ اللحسه ولكن كناخذ مانع الحمل، واش داك اللحسه ما كتاثرش على مانع الحمل؟ بالعكس البنات ما كتاثرش على مانع الحمل نهائيا. راه كاينين بنات اللي كيرضعوا وكياخذوا مانع الحمل اللي هو تيكون خفيف، راكم عارفين موانع الحمل ديال الرضاعه تيكونوا خفاف، وكياخذوا في نفس الوقت اللحسه وما كيوقع لهم حتى شي حاجه، بالعكس ما عندها حتى شي علاقه بمانع الحمل نهائيا. فاللي بغات تكوموندي اللحسه انا خليت لكم النمره هنايا، دخلوا كومونديو، دخلوا عندي الواتساب قبل ما يسالي شهر 11 وبالصحه والراحه. دابا غادي ندوزو لاين مدينه غادي نسكن فيها، انا غادي نسكن البنات في طنجه ان شاء الله يا ربي، بحكم انه الزوج ديالي كيخدم تماك، دونك انا غادي نكون معاه تماك، غادي نسكنوا في طنجه. بنات طنجه واش كاين شي صاحب ولا ولا تقول اختي سيري بحالك. المهم كاينين شي بنات اللي كيتواصلوا معايا متتبعات كياخذوا من عندي الحساب وكلشي، عارفيني انني غادي نكون في طنجه. وشحال من وحده قالت لي مرحبا بك، وشحال من وحده قالت لي اي حاجه الا كنتي غتسكني في طنجه اي حاجه بغيتيها تواصلي معايا، انا نوريك فين تمشي فين تجي، بزاف ديال الحوايج نوريك. الشابه اللي تيكونوا مزيانين هكا اللي كيبيعوا هادشي ديال الحساب. المهم بزاف ديال البنات اللي تواصلوا معايا تبارك الله ما شاء الله اللي خداكم، شكرا بزاف. وتيقولك رشيده ما عندك مناش تخافي، اي بلاصه بغيتي تمشي ليها كاع حنايا نمشيو معاك ما كاين حتى شي مشكل. فهذا شرف ليا اللي خدتكم عليا. فانا قلت لكم دابا المدينه اللي غادي نكون فيها غادي نكون في طنجه ان شاء الله. دابا البنات غادي ندوزو للسؤال الثاني اللي هو رشيده واش انت مزوجه عن حب او لا مزوجه زواج تقليدي؟ انا البنات مزوجه عن حب. الزوج ديالي كنت كنعرفو ملي كنا صغار، هو كان كيقرا في الليسي واقيلا في الباك، وانا كانت عندي ديك السبعه الثامنه ما بقيتش عاقله بالضبط. المهم كنا صغار وكنا كنعرفوا بعضياتنا وكنا كنهضروا مع بعضياتنا، ولكن الظروف فرقتنا، لانه في ديك المدينه اللي كنا انا وياه ساكنين ما بقيتش انا ساكنه تما، جينا مع ماما للبلاد ديالها اللي هو الناظور، سكننا هنايا واستقرينا هنايا. ومشات الايام وجات ايام وحتى هو عاوتاني ما بقاش في ديك المدينه ولا ساكن في طنجه بحكم الخدمه ديالو، مشى سكن في طنجه. صافي ما بقيناش كنهضروا مع بعضياتنا ما حتى شي حاجه، ما بقاش بيناتنا تواصل. حتى واحد المره لقانا الفيسبوك صافي عاوتاني تبادلنا النوامر وكلشي ولينا كنهضروا مع بعضياتنا، حتى واحد النهار قرر انه يتزوج وقال لي رشيده
واش تقبلي انك تزوجي بيا؟ انا بغيت نتزوج صافي. قلت له ما كاين حتى شي مشكل. قلت له ما كاين مشكل صافي. قلت له صافي. وجا وخطبني في شهر 12 اللي فات. جا خطبني، درنا خطبه. جا عاوتاني في شهر 6 درنا لاكت ديالنا، وحنا دابا مزوجين. بقى ليا غير العرس ان شاء الله. العرس راه باقي قلت لكم حتى شهر 12. الراي ديالي في الزواج التقليدي والزواج عن حب. هما شوفوا، هما بجوج عندهم سلبيات وعندهم ايجابيات. اكثريه الزواج التقليدي السلبيات ديالو هو تقدري انك ما تفاهميش مع داك الانسان بحكم انك ما كتعرفيش، وتقدري انك تفاهمي معاه، ولكن غير حالات قلال اللي كيتفاهموا مع بعضياتهم. هذا ما كان. الزواج عن حب كتبقى عاوتاني شي حاجه اللي زوينه، كتعرفي داك الانسان كيعرفك، كتكونوا هادرين على بزاف د الحوايج. اما الزواج التقليدي كتكون غالبا العمه ديالك ولا الخاله ديالك ولا الام ديالك هي اللي مدبره لك هذاك الزوج، اولا شي مرات كتلقاي الزوج هو اللي كيطلب من الخاله ولا من العمه ديالو انها تدبر له شي عروسه. فشنو كيوقع؟ كاين زواج اللي كيصدق، وهذه واحد النسبه اللي كتكون قليله، وكاين الزواج اللي ما كيصدقش. كتلقاي هذاك الانسان وهذيك الانسانه ملي تلاقاو تحت سقف واحد ما كيتفاهموش، ما متفاهميش مثلا في العقليات. كل واحد اش كيقول، شي كيشرق شي كيغرب. فشنو كيوقع؟ كيوقع مدابزه،
كيوقع خصام بزاف د الحوايج، فدائما كتبقاي تدعي في هذيك السيده اللي هي مدبره لك هذاك السيد. هي اللي دبراتو ليا، انا ما كنت كنعرفو، الله يعطيها الله يفعل ليها، انا ما كنتش باغيه، هي اللي جابتو ليا. عاوتاني كذلك الزوج حتى هو كيبقى يدعي عليها، هي اللي قلقتني بيها، شداني كاع انا نسعفها، شداني هذا. يعني صعيب شي شويه، صعيب انك تفهمي مع شي واحد. انا بعدا كنهضر على راسي، من الصعب او ما كنشوفش راسي انه غادي نكون مزوجه مع شي واحد اللي ما كنعرفوش نهائيا. ضروري كيخصكم تجلسوا مع بعضياتكم وتناقشوا مع بعضياتكم، لا سواء الزواج التقليدي او الزواج عن حب. ضروري كيخص المناقشه، الحوار كل شيء بالحوار. لان شي مرات انت كتكوني ما باغيش شي حوايج ولا هو ما باغيش شي حوايج، فكتجلسوا وكتحاوروا. قديتوا انكم ترضوا بعضياتكم، وهذا يتنازل شويه وانت تنازلي شويه مثلا، اولا مثلا كاين شي امور اللي تقدري انك تبدليهم ولا هو عاوتاني يبدلوهم على ودك ولا شي حاجه. مهم المناقشه كتكون زوينه والحوار احسن حاجه، لان الحوار كيحل بزاف ديال المشاكل وبزاف ديال الغموض. تيكون غموض لان الزواج راه بحال واحد الرمانه، كتكون مجموعه، ديك الرمانه كتبان لك هكا مجموعه، ولكن ملي كتقسميها من الوسط تقدر تلقيها خامجه، تقدري تلقيها زوينه، تقدري تلقيها حلوه، تقدري فهمتي. فهكاك الزواج راه مكتاب، وما عمرك تقولي ديك الحاجه ما مكتباش ليا ولا ديك الحاجه عمرها ما غادي تكتب ليا. لا، راه كنهضر لكم عن تجربه ديالي انا وداك السيد. يعني ما كناش نهائيا شي نهار هضرنا على الزواج ولا نهائيا. يعني كيعرفني كنعرفو كنا كنهضروا كلشي، ولكن شاءت الظروف تفارقنا بزاف د الحوايج. ولكن ها نتوما ملي كتبينا لبعضياتنا لقينا غير الفيسبوك، فهمتي، لان مرتي ما كانتش بقات عنده ونمرتو عاوتاني حتى هو ما كانتش بقات عندي. فلقينا الفيسبوك، واحد النهار لقيت الفيسبوك ديالو وصيفط له ميساج، هضرت معاه وكذا. قال لي كي دايره صافا لاباس بخير، صافي عطيني نمرتك، عطيتو النمره صافي. وبقينا كنهضروا عاوتاني في الواتساب، كنهضروا واحد المده طويله حتى قرر انه يجي يتزوج بيا. هادشي اللي كاين. يعني عمرك نهائيا ما تقولي ديك الحاجه ما مكتباش ليا، ولا ماشي غير في الزواج، اي حاجه ما عمرك. لان شوفي راه غير ادعي الله وصلي وديري صلاه الاستخاره وبزاف د الحوايج، راه الله كيسهل. والله العظيم الا كان ديك الحاجه فيها خير ليك راه غادي تجيك. هذا المكان غير هو كيخصك تعرفي تختاري. ضروري هاد القضيه هادي ضروري كيخصك تختاري. ماشي تختاري ليا شي واحد قمار ولا شي حشايشي ولا شي سكيري وتقولي لي كنبغيه. شوفي هو الزواج عن حب شي حاجه زوينه بزاف 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 بزاف. انا كنهضر على راسي، ما كنشوفش راسي مزوجه زواج تقليدي نهائيا، ولكن الزواج عن حب شي حاجه اللي زوينه. ولكن عارفي تختاري، كيف ما قلت لك، ماشي تمشي ليا عند شي شفار ولا شي قمار ولا شي سكيري ولا وتقولي لي كنبغي غنتزوج به. شمن حب وشمن الزواج هذا وشمن هذا؟ راه سميتو العذاب، غادي تعيشي في العذاب. وما عمرك تقولي كنبغيه، راه غير كيكمي، غير غادي نتزوج راه غادي يحيد داك الكارو، غيحيدو، ولا غير كيقمر ان فون نتزوج راه غادي. لا، خصوصا القمر وداك التخرب، عمرك ما تقولي هذاك السيد غادي يتبدل على ودي في الزواج. عمرك ما تقوليها نهائيا. من الاول اختاري شريك الحياه ديالك اللي يكون كيتقى فيك الله، ما كيخسرلكش الهضره، ما كيعايركش، ما كيجبدلكش والديك، كتحاوري انتي وياه بلاتي هي احسن. حتى الا تعصب كيعرف كيفاش يدير يتعامل معاك، حتى الا تعصبتي انتي عاوتاني كتعرفي كيفاش ديري تتعاملي معاه. ماشي تمشي طيحي لي على شي نرجسي اللي ينكد عليك الحياه ويبقى مطلعك غير بالدين والمله وينقص منك ويغوت عليك ويحتقرك قدام الناس وما يحترمكش قدام والديك. بزاف د الحوايج وتقولي لي راني مزوجه عن حب. باش من حب هذا اختي؟ هذا راه سميتو زواج. يعني زواج كيخصك تختاري شريك. على سميتو شريك الحياه؟ لان الزواج راه كيدوم الحياه كامله. يعني الا اختاريتي هذاك الانسان اللي غادي يكون كيخاف الله وكيتقى فيك الله وكيحترمك وكلشي، راه غادي تعيشي معاه مرتاحه. والا اختاريتي اللي غادي يعذبك اختي، واختاريتي ليا شي واحد منبلي، واختاريتي ليا شي نرجسي وما عرفت شنو، راه غتعيشي حياتك في العذاب. باش نقول لك اختي من الاول، شوفي كتبغي مثلا واحد، نعطيك مثال، مثلا كتبغي واحد قمار وجات خالتك جابت لك واحد، قالت لك كاين واحد الانسان زوين ظريف خدام خدمته ما مبلي ما والو، شكون اللي غادي تختاري؟ واش غتختاري هذاك السيد اللي كيقمر واللي انت كتبغيه،
ولا غتختاري هذاك اللي جابت لك خالتك؟ انا بالنسبه ليا غنختار هذا اللي غتجيب ليا خالتي، لانه ما كيكمي ما كيسكر ما كيقمر ما حتى شي حاجه، وغادي نتخلى على هذاك السيد اللي كيكمي وكيدير بزاف د الحوايج اللي خايبين. ما غاديش نتزوج به فقط لانه كنبغيه، وانما غادي نفكر في راسي، غادي نفكر في راحتي. لان هذاك اللي كيقمر مثلا اكيد غادي يكون مخصصك من بزاف ديال الحوايج. مثلا فلوسو غتمشي غير في ديك البليه ولا في داك القمر ولا داك الشيء، ما غاديش يبقى يكسيك، ما غيصبطك، ما غيوكلك مزيان، ما غيخرجك، ما غيساريك، ما حتى شي حاجه. فلوسو فقط كيمشيو غير في البليه، كيمشيو غير في القمر. حطوا البال مزيان مزيان مزيان. اختاريتيه كيبغيك وكتبغيه مزيان، الله يسخر، هذه حاجه اكثر من زوينه، ولكن ماشي على حساب تعاستي، ماشي على حساب انه داك السيد غادي نقول دابا نبدل فيه شي حوايج. عمرك ما غتبدل فيه حتى شي حاجه، خصوصا البليه. تقدري تبدلي مثلا ستيل ديال اللباس ديالو، تقدري انك تبدلي له البارفان ديالو، تقدري انك تبدلي شي حاجه اللي بسيطه، ولكن السيد يكون مبلي كيكمي ولا كيسكر ولا تقولي غنبدل، ما يمكنش. انت شوفي مثلا غير مثلا شي واحد في خوالك، نقولوا ان شي واحد في خوالك كيكمي، انت ملي كنتي صغيره وانت كتشوفيه كيكمي وباقا لحد الان انت كتشوفيه كيكمي، كبرتي وصلتي 30 40 ما عرفت شنو وباقي هو كيكمي، واش بدلها؟ لا ما بدلاش، لانها صعيبه باش تبدل. فما غاديش تجي نتيا وغادي تبدليها، خصوصا انه واحد غادي يكون مشارك معك الدار ومشاركه مع الولاد ومشاركه مع الحياه كامله، فكيفاش غادي تعيشي؟ فعرفوا تختاروا. بغيتي تختاري الزواج عن حب، اختاريها اختي، ولكن اختاري شي دري اللي غيتقى فيك الله واللي غادي تشوفيه انه ما فيه حتى شي بليه. تزوجتي عاوتاني زواج تقليدي كذلك، عاوتاني ردي البال من بزاف ديال الحوايج، كيخص يكون الحوار بينك وبينه، تعرفي شنو كيبغي، شنو هو كيخصو عاوتاني يعرفك شنو كتبغي نتيا، وبزاف ديال الحوايج والشروط ديالك وبزاف ديال الحوايج، باش هكا كتقدروا انكم توالموا في بعضياتكم. لان دائما ديك السيده اللي كتكون الوسيطه بين العروسه والعريس هي اللي كتاخذ واخا تكون الام. مثلا الام ديالي انا غادي تجي تدبر ليا مثلا شي واحد، مثلا هذا غير مثلا غادي يجي يدبر ليا شي واحد غادي نتزوج به وما لقاش راحتي معاه بزاف د الحوايج، دائما غنبقى نلوم الام ديالي هي اللي دبراتو ليا، فهمتوني؟ فهذا ما كان، والله يسهل على الجميع ان شاء الله، واي واحد الله يسهل عليه بداك الشيء اللي كيتمنى ان شاء الله يا ربي. تهلاو ليا فراسكم مع فيديو جديد. السلام عليكم.